حبيت ابتدي معاكم بسبحة شي ان، واللي مفيش اسهل منها ومن طريقتها، سهلة على الصغير قبل الكبير. بس لو اول مرة بتشوفوني هستنى منكم لايك وسبسكرايب، وقولوا لي بتتابعوني منين، ويلا نبدأ على طول. بصوا، دي الحاجات اللي احنا بنحتاجها. الخرز اللي وريته لكم، تجيبي اللون اللي انت عايزاه، في البني الغامق البيج، وفي احجام كمان. يعني انا جايبه الحجم الوسط وفي اكبر من كده. طبعا ليكي حريه الاختيار، يا اما بتستعملي الخيط الخيش زي اللي انا جايباه ده، او بتستعملي خيط المكرميه اللي كان في العلبه، على حسب انت حابه ايه. بس انا حسيت ان خيط الخيش هيكون اسهل بالنسبه لي في التحكم. بقص الطول اللي انا محتاجاه. انا قصيت هنا تقريبا حوالي 1.5 متر. باخده بقسمه طبعا، يعني بعمل له فولدنج كده على بعض، بحيث الخيط يبقى على بعضه. وبعدين بلزق الطرفين بتوع الخيط زي ما شفتوا باي سوليتيب، علشان خاطر يبقى سهل عليا ان انا ادخل الخرز جوه الخيط نفسه بسهوله. الموضوع ما خدش وقت معايا خالص، خلصت بسرعه جدا. خلصت كل كميه الخرز اللي انا عايزاها. واهم حاجه ان انت ما يعني ايه، ما تضغطيش عليه قوي، عشان يبقى فيه مساحه او مجال ان هو يتحرك بسهوله. خلصتها كلها. الطرف الاخير ده اللي هندخل فيه الشراشيب بتاعتها اللي بنعملها. انا عملتها قستها حوالي 30 سنتي، وقعدت الف الخيط على بعضه بطول 30 سنتي علشان اقدر اعمل الشراشيب دي. هكرر الموضوع ده مرتين علشان اعمل في الناحيتين، طبعا عشان انا هعملها مفتوحة. هنقص الطرفين زي ما شفتوا كده بتوع الخيط، وهنقسمه نصين. بس الجزء اللي انا ابتديت منه، دخلت منه الخرز. طبعا هو كان مقلوب زي ما شفتوه، او متني نصين، فدخلت فيه الخيط الخيش ده بسهولة جدا. بعد كده هنقطع يعني جزء طولي كده، مش طويل قوي، يعني حوالي مثلا حوالي 40 سنتي او 50 سنتي. الفكرة بس كلها انك هتعملي حرف يو، وتسيبي طرف خيط طويل والطرف التاني اقصر، علشان تقدري تلفي بيه تقفلي بيه الشراشيب دي. شفتوا بقى قد ايه هي سهله وما خدتش وقت، وتقدري تعملي كذا قطعه منها وتعملي فيها ديكور. انا بصراحه عملت ديكور تحفه يجنن قوي، هتشوفوه معايا في الفيديو. حطيت منه في اوضه النوم، وحطيت منه في الريسبشن. بصراحه غيرت شكل المكان خالص، غيرت شكل الديكور، ادت كده روح رمضاني جميل. وكمان تقدري تستعمليها في اي وقت، رمضان او غير رمضان. عايزه اقول لكم ان في ناس بتعمل مشاريع من الحاجات ديت، وبيكون مكسبها حلو قوي. كمان لو عندك بنوته تقدري تشغليها معاكي في الاعمال اليدويه دي، بتبقى بصراحه فكره جميله قوي. بالنسبه كمان للولاد، بتشغلهم كمان في الاجازات، فيا ريت تقدروا تجربوها. كنت طالبه بقى اوردر اونلاين، والحمد لله جالي النهارده، وحبيت ان انا افتحه معاكم. ودي برضو حاجه من الحاجات المهمه قوي اللي لازم تكون عندك قبل رمضان. كمان احنا خارجين من شتاء وداخلين على رمضان، فبصراحه البشره يعني متاثره بزياده. اللي هو في الشتاء كانت بتعاني من الجفاف والبروده طول الوقت. دلوقتي كمان انت داخله على رمضان، في صيام، في قله شرب ميه. كل الحاجات دي بتاثر بالسلب على البشره. فحاجه من الحاجات المهمه قوي اللي لازم نهتم بيها في بشرتنا، هي الوقت ده بالذات قبل ما تدخلي على الصيف. فحاولي الفتره دي احسن فتره البشره بتستفاد فيها بجد من اي كريمات انت بتستعمليها او اي ترطيب بتعمليه. بصوا، كليو كان منزل اوفر على الويب سايت عندهم. لو دخلتوا كده على الويب سايت هتلاقوا فيه الاوفر ستيل موجود. الاسعار فيه كانت حلوه قوي، كانوا عاملين اوفر تقريبا في حاجات فيها نازله 50% من 250 ل 125. فانا بصراحه ما جبتش حاجات من عندهم قبل كده، وكنت بسمع ريفيوهات عنهم، بس حبيت اجربهم المره دي. فاتشجعت وطلبت. هو يعني لو طلبتي، هي بتبقى باكج 4 على بعض، بتاخدي عليها خصم اكتر. يعني انتوا لو دخلتوا على الويب سايت هتلاقوا الاوفر ده موجود، هتفهموه اكتر. انا طلبت الاربع حاجات دول. اول حاجه طلبتها الصن بلوك، طبعا علشان داخلين على الصيف والمصايف، وانا جربته معاكم. يعني
يعني التوزيع بتاعه كويس. ده هيالورونيك اسيد مع نياسياميد، ده حلو قوي، هو عباره عن دروبر كده. انا جربته واستعملته، القوام بتاعه برده كويس. طبعا انتوا عارفين انه بيتحط على بشره كده، لازم تكوني يعني ما تنشفيش وشك بعد ما تغسليه قوي، علشان هو من الحاجات اللي بتحافظ على الترطيب، فلازم تكون بشرتك اوريدي رطبه، يعني فيها ميه منديه كده. ده كمان الفيتامين سي من الحاجات المهمه قوي اللي انا ابتديت ادخلها في روتيني مؤخرا. البشره محتاجه جدا فيتامين سي، من الحاجات. شوفوا بصوا عمل جلوينج كده. فبصراحه كان توزيعه كويس برضو. واخر حاجه جبتها معاهم الميسلر ووتر. دي برضو بتبقى حلوه قوي في الصيف. يعني انت ممكن تستعمليها كمزيل ميك اب، وفي نفس الوقت من الحاجات اللي بتدي انتعاش كده للبشره في وقت الصيف الحر. فبرضو من الحاجات اللي انا حبيت اجربها. انا مش عارفه بصراحه دي بقى هي بتعمل حرقان ناحيه العين او لا زي بعض الانواع، فلسه هجربها واقول لكم. ولو حد فيكم بقى جرب حاجه من الحاجات دي يا ريت تكتبوا لي تحت في الكومنتس علشان اعرف يعني انا اشتريت صح ولا غلط. فلسه هنشوف بقى الفتره الجايه، اجربهم وهقول لكم رايي فيهم بصراحه. انا بس حبيت اشارك كده معاكم علشان بجد لازم تهتموا ببشرتكم الفتره الجايه. يعني كل ما تهملي في بشرتك كل ما هتحسي بتاثيره مؤخرا، وهيبقى العلاج بتاعه اصعب وهياخد منك وقت اطول. دخلت بعد كده بقى عشان اهيئ البيت بقى كده، خلاص يعني خلاص كلها ساعات ان شاء الله وهندخل رمضان على خير يا رب. فظبطت كده البيت وخليته كده مستعد كده لاستقبال الشهر. ومن افضل الحاجات اللي تجيبيها لفرش السرير هي الملايات الاستك. بصراحه مهما كانت الملايه مكرمشه، انا بحس يعني وانس ان انا شديتها على السرير وفردتها بحس انها بتتفرد لوحدها، مش محتاجه معاكي مكوه او حاجه. انا مش معايا بصراحه المكوه اللي هي الوايرلس دي، بصراحه بتنفع قوي لان انا معظم الملايات عندي اقطان، انا ما بستعملش غيرها، فبحس انها بتنفع قوي. بس بصراحه انا لسه مش عارفه نوع كويس، انا يعني بفكر فيها جدا الايام الجايه ان انا اجيب واحده، بس مش عارفه نوع كويس. لو حد فيكم جرب نوع كويس للمكوه الوايرلس يقول لي يعني تجربته فيها ورايه فيها ايه. انا بسمع كتير انها ضعيفه، يعني اللي هي بتاعت طرح مثلا، حاجات خفيفه كده. فبرضو يعني اكتبوا لي كده، يعني لو حد فيكم عنده مكوه وايرلس وجربها يا ريت يقول لي، عشان انا فعلا محتاجه اشتري واحده. بس الفكره ان انا وانس شديت الملايه الاستك بحس انها خلاص فردت على السرير تلقائي، وبصراحه بيبقى شكلها حلوه قوي، بتبقى ظابطه السرير ظابطه كده، يعني زي ظابطه الفنادق. فرشت بقى كل حاجة، وحطيت كمان فاكرين المنظمات اللي انا اشتريتها في الفيديو معاكم اللي قبل اللي فات، استعملتها بقى، طلعتها حطيت فيها كل الحاجات اللي بحتاجها في روتيني، سواء بتاع الصبح او بتاع بالليل. بتسهل عليكي لما تحطيها على الكومود جنبك كده، تجمعي كل الحاجات اللي انت بتحتاجيها. شوفي بقى انت بتستعملي ايه، ده على حسب استعمالك يرجع ليكي. يعني كل المرطبات بتاعتك حطيها وجنبك كده واستعمليها، هتشجعك اكتر انك تستعمليها بالليل قبل ما تنامي، مش هتكسلي ان انت تقومي وتعملي الحاجه بتاعتك لسه. في كمان روتين حلو قوي برضو للشعر، انا بجربه بصراحه الفتره دي مؤخرا وفارق معايا جدا، يعني ان شاء الله هبقى اكلمكم عنه في فيديو تاني. قولوا لي بقى كده رأيكم ايه في الأوضة بعد الفرش،
يعني انا على قد ما اقدر حاولت ان انا اخلي الاوضه يعني تكون بشكل مختلف، بس في النهايه انا بحب يعني كل حاجه تكون بسيطه وسهله وفي المتناول. ده برضو من المنظمات اللي انا اشتريتها برضو وريتها لكم، يعني جمعت فيه كده كل الريموتس اللي بنحتاجها. انتوا عارفين دي دايما من الحاجات اللي تحسوها انها بتضيع وبتتوه، فلما تحطيها في بوكس كده بجد بتكون سهله قوي انك تلاقيها وما تضيعش منك. فحاجات بسيطه وسهله بس بتفرق معانا في حياتنا بصراحه. حاولت كده ان انا كمان اعمل ركن كده للصلاه بسيط، حطيت فيه المصليه بتاعتي. والبوكس دوت برضو رودي كانت عاملاه. فحطيت فيه المصحف، بس طبعا انا مش بسيب المصحف كده على الارض، يعني انا حطيته كده ساعه الصلاه وبعد كده بشيله واحطه على الكومود فوق. فبصراحة حسيت ان شكله مختلف، وعطرت كده المصلية. يعني بصوا الحاجات البسيطة الصغيرة اللي بتتعمل دي بتفرق معانا في نفسيتنا قوي وبتفرق معانا في حياتنا. فحاجات بسيطة كده قومي ترجعي واعمليها. حتى يعني لو ما عندكيش نفس الامكانيات هتقدري بحاجات بسيطة انك تغيري من المود ومن الشكل بتاع البيت، وانك تبسطي الولاد معاكي وتعملي لهم جو مختلف في رمضان، تدخلي عليهم البهجة والسرور. كل الحاجات دي بتفرق معانا بجد. فاكتبوا لي كده في الكومنتس تحت يعني رأيكم ايه في الديكور بعد ما فرشته، ولو عندكم اي اقتراحات او تعديلات انا احب اسمعها منكم بجد. كومنتاتكم فعلا بجد بتسعدني وبتفرق معايا. نيجي لأجمل فقرة في الفيديو كله، هي فقرة تعليق الزينة. خلاص بقى طلعت الحاجات اللي كانت عندي من السنة اللي فاتت مع الحاجات اللي أنا اشتريتها جديد وبدأت إن أنا أعلقها. طلعت بقى كان عندي فرع النور ده كان عندي منه 2. طلعته كده وحاولت إن أنا عارفين انتوا الجلو تاك كده اللي هو بيبقى لونه على لبني شوية، بيبقى عامل كده زي الكلاي كده، بتلزقي بيه الحاجات، بيبقى سهل قوي، اسهل بكتير من السوليتيب. فلزقت بيه الفرع بتاع النور ده، من الحاجات الحلوه قوي واللي بتغير الاضاءه بتاعتها. حطيته كده على الستاره فبصراحه غير شكلها خالص. وفي فرع تاني حوريكوا حطيته فين. طلعت بقى حاولت اعمل كده يعني يعني جو مختلف كده على الترابيزه بتاعه الصالون. فعملت كده التنسيق ده برضو. اكتبوا لي رايكم تحت ايه، ولو في حاجه احسن من كده يا ريت تقولوا لي. الكوستر ده برضو رودي كانت عاملاه. طبعا هي بتعمل لسه على قدها حاجات بسيطه، وانا بصراحه بحب اشجعها حتى لو الحاجه طالعه مش بيرفكت ومش احسن حاجه، برضو بحب ان انا ايه اشجعها واستعمل الحاجات اللي هي بتعملها. دي طبعا السبحه اللي عملتها معاكم في اول الفيديو، شوفوا غيرت شكل المكان ازاي بقى شكله تحفه. وده برضو من الحاجات اللي انا اشتريتها برضو معاكم في المشتريات مؤخرا. في كمان حاجات لذيذه قوي عملناها برضو، بس انا ما نزلتش طريقتها هنا. هوريها لكم دلوقتي، هتبان في الفيديو وانا بصور. الكوشنز دي كانت عندي من رمضان اللي فات. انا بصراحه ما اشتريتش كوشنز السنه دي خالص، طلعت اللي كانوا عندي اوريدي، كان عندي 4. عملت بيهم سيت مختلف كده، هوريكم الاتنين التانيين، والباقيين كده حطيتهم كديكور على الكنب. كمان كان في الفانوس اللي انا اشتريته معاكم من ايكيا برضو، من الحاجات برضو اللي عملت بيها سيت مختلف كده على الارض، ادت شكل رمضاني وروح مختلفة خالص. كان اول مرة اعمل ديكور زي كده. فبصراحة يعني الحاجات اللي عندي مع الحاجات الجديدة غيرت شكل الصالون خالص، خلت شكله مختلف. مدخل باب الشقة برضو فرشت فيه المفرش اللي جبته جديد برضو، هوريهولكم دلوقتي. شكله بقى مختلف. وركبت برضو الجزمات الجديدة اللي اشتريتها معاكم في الفيديو. الحمد لله خلصت على خير. بصوا ايه رأيكم كده في السيت اللي فات ده؟ يعني اكتبوا لي رأيكم كده تحت، ولو في اي تعديل برضو قولوا لي. كان في حاجة برضو انا طلبتها. المفرش انتوا عارفين طالع ترندي قوي، اللي هو المفرش البلاستيك ده الشفاف، بس اللي هو بيكون فيه من الفريم بتاعه بيكون فيه كنار كده دانتيل باشكال بقى مختلفة زي ما انت عايزة. طبعا في مقاسات مختلفة، انا كنت جايبة 1.5 متر في 2.5 متر، فبصراحة طلع كبير قوي على الترابيزه.
فبرضو ده من الحاجات اللي انا ايه يعني بعد ما حطيته حبيت ان انا ارجعه. بصراحه المقاس ما كانش مظبوط، المقاس كان كبير قوي. بلس ان انا لقيت الماتيريال نفسها بتاعه البلاستيك الشفاف ده لقيتها خفيفه جدا. يعني انا كان عندي واحد قبليه بس كان من النوع التقيل اللي بيستحمل، لكن ده بصراحه لقيته خفيف قوي. فحسيت ان هو لا يعني مش من الحاجات اللي ايه اللي تستاهل سعرها كمان. يعني هو كان سعره غالي، فحسيت ان هو ما يستاهلش السعر ده. هي الفكره كلها في الكنار اللي موجود ده، هو ده اللي مديله يعني مخلي سعره كده اوفر. فبعد ما ركبته لقيته مقاسه كبير، فخلاص يعني قلت خلاص بقى يعني انا هرجعه، ويا اما هفرش المفرش كده يا اما هشوف له حاجه تانية. فالمفرش اللي انا كنت جايباه من الخياميه فرشته، بصراحه شوفوا شكله يعني غير شكل المطبخ خالص وغير شكل الترابيزه خالص. خلاها في حته تانية من الحاجات الجميله واللي بتضيف بهجه رمضانيه حلوه قوي في البيت. بعد ما حطيته طبعا ما ينفعش يتساب كده. وانا بعمل شوبينج بقى كنت نازله في السوبر ماركت، فلقيتهم بصراحه عاملين اللي هو الرول الشفاف ده بيبيعوه بالمتر، واتصدمت بصراحه لما لقيت السعر مختلف تماما. يعني انا جبت 2 متر بس، تخيلوا على قد مقاس الترابيزه. انا لسه كمان ما فرشتوش كله علشان لسه هوريكم ازاي انا بعمل اكستنشن للترابيزه. بس بصراحه يعني تقريبا كان ربع الثمن بس. ف يعني انبسطت ان انا ايه رجعته، هو بصراحه غالي يعني كان سعره غالي. وجبت ده هو نفس الماتيريال بالظبط، يعني ده خفيف وده خفيف، الاتنين نفس الماتيريال، بس الفكره ان ده كان بربع الثمن. تقريبا المتر كان عامل 40 جنيه، فجبت 2 متر اللي هو ب 80 جنيه، اللي هي تقريبا ربع ثمن التاني. يعني اعتقد ان كده افضل كتير. هنا بقى كنت عايزه اوريكم حاجه دي اي واي كده. كنت اشتريت الفانوس المعدن ده. الحاجات دي بتتباع عند الحدادين وبتتباع في كل حته. يعني ممكن تلاقيها عند اي حد، ممكن يعملها لك باي سهوله وانت واقفه كده هما بيعملوها. حاولت ان انا اعمله الفانوس المكرميه ده، من الحاجات الترندي قوي واللذيذه ومن الاعمال اليدويه اللي يعني بصراحه بتديكي طاقه ايجابيه، بتحسسك بالانجاز. من الحاجات الجميله تقدري تتعلميها، ليها فيديوهات كتير قوي على النت موجوده تقدري تشوفيها. فالغرزه دي، غرزه العقده دي، من الحاجات السهله جدا. اللي اصعب منها شويه اللي هي الغرزه التانية دي، الغرزه المزدوجه او الغرزه الرباعيه. دي لانك بتمسكي 4 خيوط وبتحاولي تعملي رقم نمبر 4 بالانجلش، مره معدول ومره مقلوب، علشان تديكي الشكل في النهايه بيطلع متناسق وحلو قوي. انا حاولت ان انا اوريكم في الفيديو على قد ما اقدر، بس بجد يا بنات يعني اللي عايز يتعلم منكم هي لها فيديوهات سهله قوي، وفي كورسات، في ناس بتعمل كورسات ليها لو انت حابه تاخدي كورسات. بس لو انت فكره عايزه توفري وتبداي تعملي مشروع او تعملي حاجه لنفسك، ممكن تتفرجي على النت. لو انت انترستد قوي هتقدري بسهوله انك تتعلميها. الموضوع مش صعب قوي، يعني اول ما ايدك تاخد بس في الخيط هتلاقي الدنيا بتمشي معاكي بسهوله. بس الفكره هي عايزه روقان شويه وعايزه شويه وقت. بصوا اول فيس ده انا خلصته كده ونزلت الخيوط كده من تحت، انا حبيت اعملها ستريت من غير اي غرز، ولزقتها بمسدس الشمع. والجزء الطويل اللي تحت ده بصراحه هو يا اما تقصيه يا تسيبيه، بس انا كان في دماغي ان انا عايزه اقصه لاني كنت بفكر ان انا اعلقه. وفعلا بجد لما علقته شكله فرق جدا. يعني كنت احطه الاول كده على اي ترابيزه، بس بعد ما شفت كده الفكره دي حاولت افك الخيط من بعضه علشان يديني الشراشيب كده. فلما بيتعلق بجد شكله بيبقى مختلف تماما. هوريه لكم بعد ما اعلقه ان شاء الله. انت بقى عايزه تركبي فيه لمبه، عايزه تحطي فيه لمبه اللي هي الالكترونيه دي، زي ما تحبي اي حاجه. فبعد ما خلصت كله حبيت اوريكم كل الوشوش بتاعته، يعني عملته كله زي بعضه من غير اي تغيير. فاكتبوا لي رايكم كده ايه في الفانوس كده بعد ما اتعمل. بس من فوق حبيت اسيبه مفتوح عشان ما يبقاش اوفر، يعني لو حسيت ان انا لو قفلته بالخيوط هيبقى اوفر قوي.
نيجي بقى للعمود ده، هو عندي في الريسبشن، وده من الحاجات اللي انا بحب اسيبه فاضي دايما علشان اقدر اغير في الديكور بتاعه من وقت للتاني. فلما بيجي رمضان كده بحب ان انا اغير شكل العمود ده بان انا بحط عليه ديكور رمضاني. انتوا عارفين الحاجات دي هي قطع خشبيه كده بتتباع، وانتي بقى بتلزقيها بالجلوتاك اللي انا قلت لكم عليه على الحيطة، بتثبت وبتبقى حلوة جدا مع فرع نور كده فوق. بصراحة من الحاجات اللي بتضفي جمال قوي على البيت وبتغير شكل المكان خالص وبتخليه مختلف. فجربوها. عندك اي حيطة فاضية جربي تجيبي الحاجات الخشبية دي وتحطيها كده، وخلي الولاد يشاركوا معاكي كده وينبسطوا كده بدخول رمضان. كل سنة وانتم طيبين. طفيت النور بقى زي ما شفتوا، وحبيت اصور لكم كده على الاضاءه البسيطه اللي احنا حاطينها بالزينه. بتبقى من الحاجات الحلوه قوي اللي تعمليها من بعد الفطار كده ان شاء الله. ابتدي بقى شغلي الحاجات دي واعملي جو كده مختلف وروحانيات حلوه كده في البيت. واستنوني ان شاء الله في رمضان، هنعمل مع بعض فيديوهات كتير حلوه، هنعمل افكار مختلفه. الحاجات الدي اي واي اللي ما شاركتهاش معاكم في الفيديو ده هشاركها معاكم الفيديوهات الجايه وهوريكم ازاي انا عملتها. كمان هنعمل اكلات مختلفه مع بعض. على قد ما نقدر هقول لكم الافكار والحاجات اللي عندي. كمان اماكن مختلفه للشراء واستقبال العيد. فاستنوني ان شاء الله بمجموعه فيديوهات جديده مختلفه ومتنوعه. وكل سنه وانتم طيبين. وكمان مره بشكركم بجد على كلامكم الحلو اللي دايما بتشجعوني بيه. وبشكر كل حبايبي اللي دخلوا معانا جديد في القناة. وفي النهاية لو لسه ما اشتركتيش أتمنى منك سبسكرايب ولايك، واستناكم إن شاء الله أشوفكم في رمضان. كل سنة وانتم طيبين.